ليه يا جماعه لما بنزور المريض بنعمل كده؟ سلامتك يا حبيبتي، الف سلامه عليكي. والله ده انتي كنتي ورده مفتحه. هما الحلوين قوي شعيط عشان المسكره والهالات انتي عارفه، بس سلامتك يا حبيبتي سلامتك. والله يا حبيبتي لسه جايين من عزا ليلى مرات المستشار، كانت معانا في المدرسه زمان، اتجوزت بدري بدري حبيبتي، اتخرجت من الدنيا بدري بدري حبيبتي يا ليلى، الف سلامه عليكي. زياره المريض عندنا هي بروفا للي هيحصل لما تموت، علشان لو عندك فومو ما تقلقش مش هيفوتك حاجه، هتلاقي انهيار وشحتفه بلا داعي. العيله كلها مقيمه في البيت عندنا 7 ايام بلياليهم. بيعملوا ايه؟ بيعملوا غدا. ليه؟ علشان المريض الممنوع من الاكل يتغذى. احكي لنا العمليه من الاول، اصل عصام لسه واصل ما يعرفش انت حصل لك ايه جوه. احكي له بقى الحته اللي هي لما الاكسجين راح من جسمك جوه والدكتور حاول ينقذ. اصل ده اللي حصل لبابا عصام، صح يا عصام؟ كان زيك كده، خرج من العمليه بدر منور والعمليه ناجحه ولا في اي حاجه والدكتور مطمنا جوه، وفجاه قاعدين قاعده زي اللي احنا قاعدينها دي. فاكر يا عصام؟ زي دي. قال لنا هاتولي عصير التفاح، كان نفس النوع اللي احنا جبناه امبارح ده، عليه عرض نار، جبناه امبارح واحنا جايين. المهم ادينا له عصير التفاح ويا حبيبي شرب بقين وراح دنيا، محدش عارف هيقابله امتى. المهم ان انت تقوم لنا بالسلام. الف سلام عليك يا ابني. شفت الانسان ضعيف ازاي؟ بص انت عامل ازاي دلوقتي. بس ارجع واقول لك ان لبدنك عليك حق، كل ده بسبب السمنه المفرطه والمعلبات والاكل اللي بتاكلوه من بره. ماله اكل البيت؟ ما مامتك بتتحايل عليك تاكل اكلها، انا بشوفها بعيني. شفت في الاخر ايه اللي حصل لك؟ انتوا تزعلونا من هنا ويجرى لكم ايه من هنا. كل اللي بر الوالدين، كل اللي الاب والام. هي خلود عملت ريح ولا لسه؟ النرس موصيان بره، اول ما تعمل اطلع اقول لها ما تتكسفش يا راجل، احنا اخرجهم لك بره عشان نبقى براحتنا. ليه نبقى ليه النون؟ هتساعده في ايه؟ ما تخرج يا انكل مع اللي هيخرجوا. وبعدين هو لو عملها هيرن الجرس فهي هتجيله هيقول لها في ودنها. وبعدين لو حضرتك عايز تساعده قوي ادعي له، يا بخت من زار وخفف. احنا غيرنا المحاليل 3 مرات، المحاليل بتمشي وحضرتك قاعد ما بتمشيش. انا بقى ما بيعصبنيش غير اللي يدخل الاوضه واول ما يشوفك تعبان لا اله الا الله ربنا يعافينا. هو انت جيت تتشفى فينا؟ ربنا يبارك لك يا سيدي في صحتك، بس احنا اولى بالدعاء دلوقتي ولا ايه؟ وابتسموا يا جماعه وانتوا داخلين تزوروا المريض، ابتسموا، مش لازم تبقى داخل مكرمش وشك كده. مش هنقول يا لهوي متاثر بيحبنا قوي، لا هنقول عليك بوم عادي. او اللي جاي بقى في فقره الساحر علشان طلاق 3 هيرقص المريض بالمحلول. مش لازم، هو محتاج راحه. او اللي بيكرر بقى وانت تعبان، الدم عمره ما يبقى ميه وصافي يا لبن حليب يا قشطه، ويبدا بقى يأنبك وياخد هو الكريدت. شفت؟ علشان انا احسن منك جيت زرتك رغم اننا متخاصمين. انت طبعا بيبقى نفسك ترد وتجيب القديم والجديد، بس انت مش قادر. وبعد نص ساعه من التقطيع في لحمك وقد ايه انت انسان حقير وهو انسان جميل، يقول لك خلاص بقى صافي يا لبن. 5 دقايق سكوت عشان بنموت. لما نزور مريض نبتسم ان الف سلامه ونقوم نروح، بس كده.